في كل مرة بندخل فيها نصلي ربنا بيقول لنا ما تخافش ان انت تقدم مرارتك، احباطك، خوفك للشخص اللي كله محبة. الله محبة. ما تخافش حتى لو انت عارف ان اللي عندك ما يتقدمش. في الفيديو ده هنتكلم عن اكتر حاجة المفروض نكون بنعملها بسهولة، وهي الصلاة. ساعات كتير قوي بندخل الصلاة بأقنعة، ماسكات كتير بنكون حاطينها. اكتر حاجة بتمنعني ان انا اصلي هي مشاعر. طب انا ليه مشاعري دي ما اروحش ارميها قصاد ربنا؟ حاسة ان انا زهقانة، حاسة ان انا مش عايزة اصلي، حاسة ان انا مش محتاجة ان انا اصلي، حاسة ان انا مكسلة اصلا ان انا اقوم اصلي. طب انا ليه ما اخدش مشاعري دي واوديها لربنا؟ مش احنا قلنا في فيديو قبل كده ان صعوبتها في سهولتها، وان ربنا عشان متاح لينا طول الوقت واي وقت، عشان دي حاجة سهلة جدا، هي صعبة لان احنا مش متخيلينها بالسهولة دي. متخيلين ان احنا المفروض نعمل حاجات معينة عشان نستحضر ربنا، انما في الحقيقة ربنا جوانا. البابا شنودة يقول هو انا لما اقف اصلي ابص في السماء ولا ابص في قلبي؟ انا هبص في اي حتة. ليه؟ لان الله موجود في كل مكان، بل بالاكتر بقى ده كل حاجة موجودة في حضرة ربنا. زي ما بنوصف ربنا في القداس ونقول ان هو غير المحوى، فهو مش محدود باي حاجة ولا موجود في مكان ومكان تاني. لا، فالصلاة من كتر ما هي سهلة جدا هي صعبة قوي. من كتر ما ربنا متاح جدا صعب قوي ان انا اصدق ان هو متاح. من كتر ما انا سهل جدا ان انا اكلمه في اي وقت وفي اي مكان صعب جدا ان انا اعمل كده. وسط ما هو نفسه مديني بيرميشن ان انا اعبر قصاده عن كل مشاعري وبيقول لي هلما نتحاجج، انا برضو مش مصدقه حاجه زي دي. فهي من كتر ما هي سهله هي صعبه جدا، صعبه لان انا مش قادر ان انا اصدقها. وهي دي الفكره، ان انا محتاجه اغير عقليتي وانا داخله اصلي. انا مش داخله اقول كلام محفوظ، انا مش داخله اكرر صلوات، انا داخله اتقابل مع ربنا في علاقه حقيقيه. انا داخله احكي له يوم، انا داخله اقول له انا حسيت بكذا وكذا وكذا. انا مش داخله امثل عليه. لو انا قدرت اتحرر من فكره زي دي ان ربنا عاوزني بحاله معينه في الصلاه عشان ادخل له، لو انا قدرت اتحرر من حاجه زي دي، انا كده هبقى كسرت حاجز مشاعري اللي منعني ان انا اصلي. الصلوات اللي كنيستنا حطاها هي حطاها عشان تعلمنا وعشان تفتح لنا ابواب في علاقتنا بربنا. هي الخطوات الاولى اللي كل اباء الكنيسه عملوها ودخلوا فعلا في علاقه حقيقيه مع الله. هي تنفيذ لوصايا مهمه جدا زي صلوا كل حين ولا تملوا، او اما انا فصلاه. بس الصلوات الليتورجيه لا تغني ابدا ان انا يكون لي علاقه حقيقيه مع الله، وده بان جدا في كلام المسيح مع السامريه اما قال لها ان الفكره ان الساجدون بالروح والحق. الفكره ان الساجدون كلهم علاقه حقيقيه مع الله، مش مجرد طقوس بيؤدوها او صلوات بيكرروها. ربنا يا جماعه يهمه قلبنا، يقول يا ابني اعطني قلبك. مش معنى كده ان التسبيحه والصلوات الاجبيه ملهاش لازمه، لا طبعا، بس احنا بنتكلم في البيزك. حد اصلا مش عارف يعني ايه صلاه، ان الصلاه هي علاقه بيني وبين الله. فانا بيني وبين الله انا مش همثل، انا مش هقول له كلام مش حاسه. وزي اي علاقه في العالم فهي درجات. اول درجه ان احنا نبدا نتعرف، كلام رايح جاي، بحكي له ايه اللي حصل وهو يرد عليا، او الروح القدس يتلامس معايا في الصلاه. العلاقه الثانيه ان انا ابقى بتغصب، ابقى انا مش عايز اعمل كده بس انا هعمل كده عشان انا عندي قانون روحي. والقديس بولس يقول لنا ان احنا نجاهد قانونيا، واب اعترافي او مرشدي الروحي متابعيني في قانون روحي بصلي بيه. الدرجه اللي بعدها ان انا ابقى بتلذذ، انا اساسا مش فارق معايا انا هصلي ايه، اقول زي ما داود قال اما انا فصلاه، انا بصلي طول النهار. حابه ان انا اشارككم بثلاث افكار يساعدونا اكتر في الصلاه. اول فكره اللي يشجعني على الصلاه ان انا محتاجه يكون لي مرجعيه، لان في المجتمع اللي احنا فيه وفي الوقت اللي احنا فيه كل واحد بقى مرجعيته نفسه، بقى هو اللي يقرر ايه الصح وايه الغلط، ويقول لك ان الصح نسبي والغلط نسبي. لا، يسوع بيقول انا محتاجه يكون لي مرجعيه، ومرجعيتي هي يسوع. يسوع بيقول لي ايه؟ يسوع لو كان مكاني كان هيتصرف ازاي؟ فانا محتاجه ان انا اصلي عشان محتاجه يبقى لي مرجعيه. فانا هدخل هصلي، هقعد قدام يسوع، هبحلق في صورته، ابحلق في كلامه عشان تطبع فيا حياته، فالناس لما تشوفني تشوف يسوع. تاني حاجه انا محتاجه قبل ما اصلي ابقى بطلب الروح القدس. الكتاب يقول الروح بيعين ضعفتنا، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. فأنا محتاجة أطلب روح الله عشان أكون زي ما الآية بتقول أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا. فأنا دماغي محددة، أنا محتاجة أتكلم مع ربنا يسوع في 1 2 3، والروح نفسه يرشدني ويقول لي ويصلي لأجلي. ثالث حاجة، لو أنا لسه بادية علاقتي بربنا ومش عارفة أصلي تماما، مفيش أي مشكلة، أروح بمشاعري دي لربنا. محتاجة أبقى بعمل حاجتين. أول حاجة حدد وقت، انا عايزه اضحك على دماغي واخليه يكتسب عاده مهمه جدا
وهي الصلاه. فانا هفتح الستوب ووتش واقول انا هصلي 5 دقائق، انا هقف قدام الله 5 دقائق، انا مش لاقي كلام هصلي 5 دقائق، مش قادره اتكلم مفيش مشكله هصلي 5 دقائق، عايزه اعيط مفيش اي مشكله هصلي 5 دقائق. فانا محتاجه احدد وقت في اليوم عشان تكون دي عاده ثابته بالنسبه لي. طيب انا حددت مثلا 5 دقائق 10 دقائق ستوب ووتش، بس انا مش لاقيه كلام اتكلم فيه مع ربنا، فاقف ال5 دقائق ساكته. اتس اوكي ان انا اقف في ال5 دقائق دي ساكته واقف قدام الله، ده شرف وبركه في حد ذاتها. بس ممكن اقول لك طريقه تساعدك. في ايه في المزمور الاول بتقول وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. اللهج او الهزيز الاباء يعلمونا ان انا اخد ايه في الكتاب المقدس واصلي بيها. ابسط حاجه لقيت الايه اللي بتقول صلوا كل حين ولا تملوا، همسك الايه دي واتكلم فيها مع ربنا. يا رب انا اصلا مش عارف اصلي، يعني انت بتقول لي اصلي كل حين، طب ازاي؟ طب يا رب مش انت قبل ما تديني الوصيه اديتني روحك عشان انفذها؟ طب فين القوه دي يا رب يسوع يا روح الله؟ ومش احنا بنصلي ونقول ان انت الروح المحيي؟ طب ما تحييني، ده انا جوايا موت. وابدا ان انا اتكلم واعبر عن مشاعر. الله مش بيحكم عليا ومش بيقيمني، وكل وصاياه مش عشان تقدرني. الدواء ممكن يبان في الاول تكديره، انما هو في الاخر لمنفعتي والخيري. بس كده، شكرا جدا ونشوفكم الفيديو الجاي بنعمه ربنا.